السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله باذن الله وصفه النهارده هتكون العيش الشامي. اديكم شايفين الصوره جميله جدا، والعيش كله قابب وتحفه وجميل وشكله بيشهي جدا. وصفتنا ان شاء الله هتكون 6 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه من الملح صغيره، معلقه صغيره خميره، معلقتين سكر، واربع معالق من اللبن، ومعانا 3 كوبايات من الميه، وهنستخدم في نهايه الوصفه شويه بس زيت، حوالي ربع كوبايه. دلوقتي هننزل بالدقيق وهنزل عليه بالملح واللبن. هنقلبهم بقى كلهم في بعض. بعد كده هعمل حفره كده صغيره علشان خاطر اعمل الخميره، احط معاها سكر وادوبها بشويه ميه. زي ما انتم شايفين اهو، انا حطيت الخميره والسكر، هنزل عليهم بشويه ميه وهقلبهم بس شويه كده مع شويه دقيق لغايه لما يختمروا، وبعدين هرجع تاني عشان احط بقيه الميه واظبط الحاجه كلها. انا هسيبها شويه تخمر. دلوقتي هحط الميه كلها، 3 كوبايات الميه، وهفضل اعجن فيهم لغايه لما يبقوا طراي والعجينه طريه قوي وملساء. انا عملت لكم وصفه العيش البلدي، كنت عجناها على ايديا، هتقدروا تشوفوا هي نفس الخطوات تقريبا مع اختلاف بسيط قوي. اهو زي ما انتم شايفين العجينه اتعجنت كويس. هنزل باقل من ربع كوبايه من الزيت، يعني حوالي معلقتين او 3 زيت. هنزل بيهم بس كده علشان خاطر يطري العجين معايا شويه ويبقى جميل وهش. دلوقتي انا هحط العجينه، هسيبها شويه، اغطيها واسيبها عشان تخمر. زي ما انتم شايفين طريه جدا وجميله. هسيبها بقى عشان تخمر حوالي ساعه ونص. هسيبها وبعد ساعه ونص هرجع تاني علشان خاطر اقطعها. دلوقتي انا هو وقت التقطيع. دلوقتي بقى هبتدي اقطع زي ما انتم شايفين كده. العجينه طريه ومختمره وتمام. هبل بس ايدي كده بشويه دقيق، هستخدم شويه دقيق كده علشان العجينه بتلزق شويه، مختلفه شويه عن العيش اللي بالرده. زي ما انتم شايفين كده اهو، هي اختمرت. انا سبتها حوالي ساعه كمان، وهبتدي بقى افرد فيها. انا اسفه جدا، الكاميرا كانت فصلت مني فما صورتش من الاول. بس بالشكل ده كده انا بخليها رقيقه قوي. وهبتدي بعد حوالي ربع ساعه من الفرد، هبتدي ان انا اخد اول رغيف استخدمته فردته، وهبتدي احطه على النار. زي ما انتم شايفين كده العيش اهو بيقب جميل. انا مشغله درجه الحراره متوسطه، وبعدين الشوايه عندي مشغلاها على اعلى حاجه، وبنزلها اول ما العيش يقب ويبقى جميل كده بنزله تحت على طول. كمان بقلبه يعني بخليه على الوش بتاعه شويه علشان خاطر برضو الوش يتشمع هو كمان من النار شويه، بحيث ان هو لما يجي يقب يبقى سهل عليه القببان ويبقى شكله جميل برضو. زي ما انتم شايفين اهو العيش بيقب، يعني مفيش احلى من كده بصراحه، وحاجه بيتي وجميله، وانتي اللي عاملاها بايدك، وحاجه تحفه يعني. انا مش قادره اقول حاجه بصراحه، العيش شكله تحفه وشهي جدا، وحاجه مفيش اجمل من كده. آه وتقدري ان انتي لو الشوايه عندك فيها مشكله او مش عارفه تستخدميها، ممكن كمان تستخدميه على الطاسه من فوق، مش لازم الشوايه. هيطلع برضو وشه متحمر وجميل وما فيهوش اي حاجه زي من تحت بالظبط. وزي ما انتم شايفين العيش جميل. وما تنسونيش بقى في السبسكرايب والشير واللايك. واللي ما عملش سبسكرايب بتمنى ان هو يشترك معايا في القناه. ان شاء الله باذن الله اقدم لكم حاجات تعجبكم واكون عند حسن ظنكم يا رب. دلوقتي العيش زي ما انتم شايفين ابتدى يبقى اهو. انا بضغط عليه شويه لان بحس ان انا لما بضغط عليه بيساعد ان هو يفرش معايا اكتر ويقب ويعلى. هو كده كده هيقب، بس يعني لما بحط ايدي بحس انه بيبقى اسرع شويه يعني، فانا بعمل كده دايما. بس زي ما انتم شايفين انا هكمل العيش كله بالشكل ده كده. والعيش بقى بصراحه المنظر تحفه، يعني انا مش قادره اقول لكم بصراحه قد ايه هو جميل. منظر فعلا بيشهي قوي وتحفه، وطعمه كمان احلى من الشكل بتاعه. بجد يعني احلى من اي مطعم ممكن تشتري منه سندوتشات فول وطعميه. احلى من الموجود في الافران نفسها، لان دي حاجه انت عاملاها بايدك وفي بيتك، فاكيد هتبقى احلى بكتير قوي قوي. وبشكر كل المتابعين اللي بيكتبوا لي كلام جميل زيهم. بجد شكرا لكم قوي، كلامكم جميل ومشجع، وبجد بشكركم جدا، وبتمنى تشجعوني دايما وتكتبوا لي ارائكم في الوصفات اللي انا بقدمها. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. زي ما انتم شايفين العيش اهو بيقب جميل، وكل اللي انا عاملاه ما شاء الله شكله جميل. وهنتظر منكم تعليقاتكم على الوصفات اللي انا بنفذها. كل واحد يجرب الوصفه يقول لي ان عملت ايه معاه، ولو كان واجهته اي مشاكل او صعوبات. وبتمنى بقى شير ولايك للقناه، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حفظ الله.